Marruecos. Rabes Marruecos. Ya llegó el Dani, salam aleikum. Oye 3-0 le ganamos a Zambia. El rapero bueno ya trae la parranda. 2 goles del Cabi, 1 Brahim Díaz. Nosotros tenemos el flow, tenemos que energía. Oye Alza y Party, prendiendo el party. Oye Marroquí, el Sauli y el Dani, metiéndole letra. Oye Marroquí, vente para el live para que me apoyes a mí. Dale ahí. هذه في خاطر خوتي المغاربه كلهم. اذا الاخوان ديالي كيف العاده خليو لنا لايك كومونتير اشتركوا معنا في القناه بارطاجيو لنا الفيديو ونبداو على بركه الله. المباراة الأولى بتألق رياض محرز الظن كل الاخوان ديالي شوفوا معايا هاد الصوره مزيان. انا صراحه فاش شفتها في النهار الاول كان كيصحاب ليا واش مشى غير لشي بلاصه مظلمه وكيتصور فيها ساعه. قول لي السيد مشى حدا البركاصه وحدا الزبل اعلام الكرغولي. بحال هنا دابا غادي نطبقوا على هذا السيد هذا المقوله ديال الانسان ابن بيئته. هذا دابا مولف الريحه ديال الزبل. الا ما فاقش على الصباح ويشم الريحه ديال الزبل ويعيش في الزبل ما كيكونش انسان عادي. هذا ولد البيئه ديالو كما شفتوا معايا. كل كان سعيد بالامس خلال المواجهه. مباراة والله الا كيديروا في راسهم الضحك والله العظيم. ندوزوا الفيديو اخر. بون خوتيا وتم اصلاح الخلل تاع الهداف. شفتوا معايا الاخوان الزيار راه كينفع والله الا الزيار كينفع. هما داروا الخريطه دابا اش بان لكم. هما داروا الدرابو ديال المغرب. وتم اصلاح الخلل. قال لك تم اصلاح الخلل. هذا الخلل غير علينا حنايا بوحدنا ماشي على الناس كلهم. ودي اش هاد الاعلام هذا ديال الكراغله. واخا ندوزو الفيديو اخر. شبان لكم الاخوان في التكنولوجيا في الملعب ديال المولي عبد الله. ترى الصين هذه ما بقاش المغرب لا المغرب هربات والله الا هربات على افريقيا صراحه. والله الا هربنا على افريقيا. الروبوتات كيدوروا وكيفرقوا الماء على الناس. شي حاجه زوينه بزاف. نمشيو دابا للفيديوهات. جماعه السنغال مين ونيجيريا مين؟ اقسم بالله اللي يخاف من المغرب. حرفيا منتخب مرعب. انا ما اعرفش الاداء ده كان فين الماتشين اللي فاتوا. يا نهار اسود ده ما شاء الله. طيارات في الملعب. الشيبي فارق جدا 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 مع المغرب. لا الفرقه حلوه. ايوب الكعبي مع ابراهيم دياز مع الزلزولي ثلاثيه مرعبه. لا الركراكي يكمل بالتشكيل ده ما يحاولش يعك ما يلعبش تاني بالتشكيل. بامانه منتخب مرعب مش طبيعي. مضيعين على الاقل لغايه الان بس غير الهدفين مضيعين 3 اهداف. لا بجد لا اقوى فريق في البطوله بلا منازع. والله العظيم ما زلت عند رايي. الفريق المرشح الاول والثاني والثالث للبطوله منتخب المغرب. لو عايزين يكسبوا اي حد يا جماعه هيكسبوا. عندهم امكانيات جباره بجد والله العظيم. مباراه حتى الان شوط اول خيالي. شوط اول اقل شيء يقال عنه ان هو خيالي. حرفيا ما بيحترموش اي لاعب في الملعب. يا رب من قبلكم. السيد خاير ما عرفناش كتهضروا بصح ولا كتعاود تبيعونا العجل. المهم نمشيو الفيديو اخر. المغرب جابت التالت خلاص شكرا. ايوب الكعبي. تخيل شكل الجون ايه؟ برضو خلفيه مزدوجه. برضو انا عايز اقول لك على الجون. الحمد لله فلتنا. الحمد لله. لا مش شرط انما الحمد لله طبعا احنا لازم نبارك لهم طبعا لان هم موقفهم معانا يعني. مجدي كامل للعصر بيقول لي احنا نشجعهم مرتين. مره علشان شجعونا في جنوب افريقيا والتاني عشان ما نقابلهمش. احنا نشجعهم مرتين النهارده. مبروك يعني ان شاء الله نوصل معاهم للفاينل يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عايز تقول حاجه على ايوب الكعبي على الخلفيه المزدوجه؟ الجول ده الاولاني في حاجه ما حدش خد باله منها او ما اعرفش يعني ما خدتش اعتبار. كله ركز على الاداء والتكنيك في الموقف اللي جه فيه الجون. لكن انت لما ترجع للجون انت عارف ان ايوب الكعبي هو اللي عمل الباس للراجل اللي عمل له اللي عمل الرفعه. صحيح
انا اللي عجبني مش التكنيك الاداء، اللي عجبني قراره في الحركه. انت دايما انا اكلمك في حته الحركه بدون كره، صحيح. وقد ايه هي مفتاح لحاجات كتير. عمل الباس وعمل سبرنت، فالتاني قام عامل له التشيب ده، بعد السبرنت قام عامل الدبل كيك. عشان كان ممكن يعمل الباس ويقف عشان ياخدها تاني يعني. عندنا حد ممكن يعمل الطلعه دي يا كابتن طلعت؟ لا في، بس اوقات تكنيك الخلفيه المزدوجه عندنا في انت مصر. بتتكلم عن التكنيكال. في، خلي بالك هي مش صعبه. التكنيك الاداء نفسه مش صعب، لكن هو محتاج لمرونه ورشاقه وقرار. ابراهيم عادل لسه بنتكلم عنه، عملها مره في الترجي. بالظبط. صراحة هذيك راه موهبة واخا كتريني عليها وكذا، كيخصك وقت بزاف باش تعلم ليها. اما السيد راه غير كيدور في اي بلاصة ما عندوش مشكل، من اليمين من اليسار من القدام من اللور ما عندوش مشكل، فين ما كان كي ديريكت ميقصية دابل كيك في البلاصة كعبيه. صراحة ناضي. اتفرجنا على المغرب اول ماتشين قلنا ايه ده، فين المغرب؟ البعبع بافريقيا، لكن البعبع ظهر النهارده، البعبع الافريقي ظهر النهارده. المغاربه باداء رائع، باهداف رائعه، باجواء رائعه. وانا عجبني، انا قد اكون اول واحد ابتديت وقلت بنشكر الجمهور المغربي، اول واحد وقلت بنشكر المسؤولين. التقديمه حلوه، الملعب حلو، كل حاجه معموله بحب فعلا، وبروح واخلاص. فكل حاجه طالعه، بس هم منتخبهم لما اتهز شويه الدنيا قلنا قلقت. لكن لما رجعوا النهارده بقى استفادوا أداء استفاده نفسيه غير عاديه. صح. يعني معنويا طلعوا تاني ركبوا في السماء طبعا بعد ما اتهزوا اول ماتشين. فالنهارده طبعا المغرب رائعه، الجزائر قلت رائعه، تونس ما اعرفش موقفها ايه. تونس هتبقى بكره ان شاء الله يا كابتن. لكن في الاغلب تونس هتلاقي طريقها ان شاء الله. وتونس رغم هزيمتها من نيجيريا، وكان ماتش عنيف برضو قوي جدا، والنيجيريين فجاه تحولوا بقى عندهم توحش كروي غير عادي في الملعب ضد التوانسه. هجوم ناري، يعني اسلوب غريب جدا واسلوب ضاغط غير عادي وشخصيه قويه، فرضوا نفسهم في البطوله. بتسخن دور الثمانيه تتفرج عليه بنظارات، تخلي بالك ان هيبقى كل الفرق شبه المستويات قريبه جدا نهايات. فهتلاقي المستويات قريبه جدا، هتلاقي المباريات عنيفه جدا، واعتقد هيبقى الاذكى فقط هو اللي هيكسب في الوقت ده. عاد غتسخن دابا الخوت، عاد غيبداو لي ماتش ديال المعقول في الدور الثاني. دابا راه تعزلوا غير مساخط. المغرب اليوم بدا كاس افريقيا، واليوم المغرب قال لنا راني انا المرشح رقم واحد، رقم كل العالم الكل قال لي المرشح رقم واحد، راني ما خيبتش امالكم، ما خيبتش مش امالكم، تصوراتكم. راني اليوم هاني جاوبتكم على الميدان. اللي نحب نقوله اليوم اقوى رساله اليوم، قطع نظر عن امتياز كامل الفريق. يعني عيب وانه معناها ايوب الكعبي كذا بالاسماء الكل دياز. اقوى رساله اليوم ابراهيم دياز الذي عانق الامتياز اجاب تشافي الونسو، واقوى جواب اليوم جاء قاعد في كاس الافريقيه هذه، لانه ابراهيم دياز كنز، ابراهيم دياز لاعب استثنائي، ابراهيم دياز لاعب اليوم عمل مقابله مارادونيه، عمل مقابله مارادونيه، راهو اعجابك تتفرجوا مع بعض. صحيح معناه شيء كبير، قوه. حتى في اللقاءين هذا كله جاوب الان تشافي الونسو، تشافي اللي حطوا على البنك. اللي حطوا على البنك، حطوا على البنك. راجل يلعب دقيقتين 3 5 دقائق بالطبع. الملاعبي هذا لاعب استثنائي. انا اذا كان عندي نصيحه ليه، الملاعبي هذا ينجم يلعب في اي فريق في العالم. طيب السؤال ما حشكش بيه، انت تلعب في درج خليه ينتقل. السؤال ديازي الا بغى صراحه يزيد يطور الموهبه ديالو فخصو يمشي يحيد من الريال، والله خصو يمشي. كنا شفناه ملي كان كيلعب مع اسي ميلان، السيد راه كان كيطير. جا ريال مدريد حطو عاوتاني في الاحتياط. خصو يبدل الفرقه ضروري خصو يمشي شي المانيا ولا المهم ولا الدوري الانجليزي، ضروري خصو يمشي لشي فرقه زوينه. الريال صراحه حقروه تما. اتكلمنا امبارح وقلنا ان المنتخب المغربي هيفوز على زامبيا. النهارده المنتخب المغربي بيقول انا المرشح رقم 1 في البطوله، محدش يزعل، حق الناس. هاد السيد اخوتي صراحه ما بقيش كنحملو، كيبان ليا منافق.
جوج لي ماتش الاولين كان كيقول لك القجاع والتحكيم وكذا وكذا، دابا ولا عاود كيقول لك ثاني لا المنتخب المغربي قوي كذا، ما تعرفش تشد اشنو تشد فيه. كوره رائعه، هو ده المنتخب المغربي رابع كاس العالم اللي احنا نعرفه. النهارده بيكشر عن انيابه، مش قصه فوز ان المغرب تفوز على زامبيا، ده امر واقعي، لكن النهارده الاداء ابراهيم دياز، ايوب الكعبي، لا وفي بره مين على الدكه، سايس وسفيان رحيمي ونصيري يعني فرق وحكيمي، ما شاء الله. يعني المنتخب المغربي حاجه مشرفه لكل افريقيا، منتخب عالمي، الاستاد عالمي، كل حاجه في المغرب تدعو للفخر. وعلاش ما تقولوا هكذا من الاول؟ تقول منتخب قوي وتقول الملاعب هما هادو وكل شيء مزيان، تنظيم زوين، علاش خلوا بالكم من الحكام وديك الهضره المعفنه ديالكم؟ من الاول قولها هكا وهنينا. نشوفوا فيديو اخر. مباراة المغرب اليوم استعراض عضلات، هذه أول مباراة للمنتخب المغربي أشوفها، وفعليا استعراض عضلات. يعني أنت شلون تحجم فريق في كرة القدم ما تخليه يتنفس؟ اللي سواه اليوم المنتخب المغربي هو التحجيم الحقيقي. إذا حاب تشوف شنو معنات إن أنا أسدد 20 تسديدة نصهم على المرمى وأسجل 3 أهداف لا وأمزمز على الفريق، شنو معناتها مزمز؟ يعني تمريرة فوق، تمريرة تحت، تمريرة يمين، تمريرة يسار، تمريرة جول، تمريرة بس خلاص أنت حاب تستمتع على زامبيا، استمتع. ولكن اليوم أول مباراة لما شفتها للمغرب قلت هذه الفريق اليوم ترشح للقب وانا ساكت. وهذا هو المنتخب اللي كنعرفوه، وكنتمنوا السير كراكي تبقى لنا على شي خطط يكونوا دائما بحال هذا الشكل هذا. وبالنسبه للامراض تقريبا امتى غتبقى تلعبوا ملي نكونوا لاعبين مع شي فرقه مجهده بحال اسبانيا، بحال ديك الساعه تحتاجوا انه يبقى يغطي لك يدافع شويه. اما بحال الفرق ديال افريقيا من الاحسن تلعب مهاجم، هاجم ماشي تدافع. هدول مال المغرب، هدول اسبانيا تيكي تاكا 2010، اسبانيا 2012، برازيل 2002. هذا ما ايوب الكعبي، هذاك قلبي وشعبي، هذا كريستيانو رونالدو. برجع بعيد وبكرر، المغرب منتخب مرعب، الله يحميكم من العين. امين. راك ترت علينا الهضرانيت. انا لازم احكي الحقيقه، اقوى منتخب عربي هو المغرب، خليني احكي حاجه بالاردني. ومع اني يا مغربي احكي لك الصراحه كنت استنى كل مباراه تخسر فيها بافريقيا عشان اطلع اتشمت فيك لانك خسرت بلدي الاردن من كاس العالم بالنهائي، لكن والله الاداء اللي انت قاعد بتقدمه يا اخي بصفق لك يا اخي، تحيه احترام يا اخي. شو هذا ايوب الكعبي كل شوي دبل كيك مسجل زي كانه اهداف عاديه زي كانها ضربات جزاء؟ وشو هذا حكيمي؟ وشو ابراهيم دياز؟ وشو الاداء المرعب يا زلمه؟ انت لنهائي كاس افريقيا وانت المرشح الاول وانت الاقوى عربيا حاليا صراحه. خلينا نحكي مثل حق، تحيه احترام لكل مغربي، والله ارفعوا راسكم انتوا ابطال والله. اقسم بالله ديما مغرب. باش عجبني بعدا خرج داكشي اللي في قلبه وقال داكشي اللي كاين. حاقد علينا، قال لك كيبغي ديما نخسروا باش يتشفى فينا. المنتخب المغربي منتخب اوفر ريتد ومنفوخ يا ظالم، انت ما تعلمت منه درس. بكأس العرب ظلينا نحكي هذا. شفتوا الاخوان التصريح ديال هذا اللاعب ديال زامبيا، قال لك المغرب راه فريق غير منفوخ اعلاميا وصافي، قال لك وغادي نفوزوا عليه. هاتوا المغرب لحد ما المغرب فاز بالكاس بفريقه الثالث. فشيسالا لاعب زامبيا قبل مواجهة المغرب حكم على منتخبه بالإقصاء من كاس أفريقيا بتصريح كارثي، قال فيه المنتخب المغربي منتخب منفوخ واحنا قادرين نفوز عليهم وراح نتأهل ضدهم. آخر شيء أكل 3 بالرأفة والرحمة وطلع من البطولة. بعد ما بدأت الشكوك تحاصر المنتخب المغربي تحديدا الركراكي بعد التعثر أمام مالي، الآن المنتخب المغربي يقدم أفضل مباراة له في كاس أفريقيا، ضغط، فرص، هجوم، استحواذ، متعة، فوز بأداء ونتيجه لدرجه زامبيا ما عملوا ولا تسديده على المرمى المغرب. المباراه الماضيه انا انتقدت الركراكي وكان بيستحق بصراحه، ولكن بهذه المباراه وظف اللاعبين بطريقه مثاليه. البدء بالزلزولي كان قرار رائع لانه فعلا عمل فارق بالمنظومه، ومع كامل احترامي لولا الانتقادات لكن شفنا مرابط اساسي في هذه المباراه. وافضل قرار سواه الركراكي كان استغناؤه عن مرابط. شفنا خط وسط المغرب بقمه الجمال بتواجد اناحي، العناوي، صايباري. ابراهيم دياز ممكن يكون صفقه الشتاء لريال مدريد، الونسو ما استفاد منه كثير، ولكن بالمغرب ومن بدايه البطوله منفجر اللاعب
لاعب، 3 أهداف وهو هداف البطولة لحد الآن. أيوب الكعبي أيضا بيشارك إبراهيم دياز ورياض محرز بصدارة هدافي البطولة، 3 أهداف، كل هدف أقوى وأجمل من الثاني. 3 أهداف منهم هدفين مقصيات، يعني الهدف الأول ما كان مجرد صدفة. شنو اللي عجبني الاخوان في الزامبيين صراحه، لعبوا كره نقيه، ما كانوش كيضربوا كما الماتش ديال مالي راه عفنوا هذاك الماتش والله الا مرضوه بالعصا ديك القوه البدنيه. هادو لعبوا كره نقيه صراحه، خلاونا نلعبوا كره زوينه. كثير منا سمع تصريح لاعب زامبيا: المنتخب المغربي اوفر ريتد، منفوخ. والله لا ينفخوك نفخ، حينفخوك نفخ. قال لك منتخب المغرب اوفر ريتد. منتخب مجنون انت. منتخب المغرب الناشئين اخذوا كاس العالم، الشباب وصلوا نهائيات كاس العالم، الكبار خرجوا البرتغال وخرجوا اسبانيا، وانت تقول لي اوفر ريتد؟ والله انك ما تستحي. توني كروس الالماني قال لك انا ارشح المغرب في النسخه القادمه انها توصل للنهايات وتاخذ كاس العالم. وانت مين انت؟ مين انت؟ نفخوك نفخ. تسلل ولا ما يتسلل ما ادري، الحكم رجع للفار، بس مو معقول الكعبي يجيب هدفين بنفس الطريقه. المهم الاخوان نمشيو للفيديو اخر. ابراهيم دياز يا حبيبي، هي بالعقل بالراحه، اهدى بس يعني، راس من يا اسطى اهدى هو في ايه بس؟ مش مستاهله كل ده يا حاج، في والله ما مستاهله، احنا كلنا اخوات في بعضينا، في ايه يا اخويا؟ مالك يا حاج؟ في حد مضايقك في البطوله؟ قول لي هظبطه لك بس اهدى، هي مش مستاهله والمصعب كل ده يا عم الحاج، بس على الهادي كده خالص وبالراحه. ايه يا عم الحاج، المغرب بيقدم شوط اولاني اكتر من ان هو رائع، شوط اولاني يدرس، شوط اولاني فعلا. دي المغرب، لكن الماتش اللي فات والماتش الاولاني دي اي حاجه تانية غير نهايه اسمها المغرب، دي اي حاجه تانية ملهاش علاقه بالكوره. ده المنتخب اللي وصل فعلا السيمي فاينل كاس عالم. ده انا هنا ابصم، انا هنا اطلع اشهد للمنتخب ده واشهد فعلا اللعيبه دي. غير كده لا، يعني اداء غير الواحد بيشوفه دلوقتي من المغرب، لا بجد المفروض جمهور المغرب يقول اي اداء تاني غير ده بلاش. اداء الشوط الاولاني بالذات يا جدعان اكتر من ان هو رائع، اكتر من ان هو بجد شيء يعني زي ما بيقولوا ايه، عارف انت الشيء اليونيك، حاجه كده ما جتش قبل كده. يا راجل الله ينور والله يبارك لكم واحد بجد. وانا وصلت معايا المرحله دي، ما تنساش لايك فولو كومنت. كيصحاب لي واش احنا اللي بسالينا الساعه حتى الخوت معنا كلهم العرب وما بقيناش كنتقبلوا على خو التعادل، خصهم ديما ينتصروا. والله ولفوا لنا ديك الكره الزوينه، خص دائما ينتصروا، نهار كيتعادلوا ما كيعجبناش الحال، اما الخساره حديت ولا حرج. مثبت العقل. شو اللي عمله ابراهيم دياز مع المغرب يا جماعه؟ هذا ليونيل ميسي ولا ابراهيم دياز يا رجل؟ هذا ليونيل ميسي المغرب ابراهيم دياز. تعال يا مدريدي شوف لاعبك شو قاعد بيساوي مع المنتخب المغربي. تعال يا مدريدي شوف ابراهيم دياز ماذا يفعل مع المغرب في بطولة افريقيا. يخرب بيت ام الجنون. ليونيل ميسي المغرب يا رجل. احتراف باول 3 مباريات 3 اهداف سجل ابراهيم دياز كثاني لاعب بكل تاريخ المغرب عم بيعملها. 3 مباريات 3 اهداف، وتشابي الونسو حاطه على الدكه. شوف الهدف يا رجل، شوف الاحتفاليه، انسى الهدف وتطلع على الاحتفاليه. جنون. يخرب بيت ابراهيم دياز ماذا يفعل مع المغرب يا جماعه. ما شاء الله على المنتخب ديالنا. صراحة دياز فجر الموهبة ديالو في هذيك كأس افريقيا، والله العظيم ما كنتش كنتوقع غادي يبدا بهذه الطريقة هذه. صراحة الدري كيلعب، كنا كنتقدوه شوية في المباريات اللي قبل بحال دوك الوديات وكذا، ما كانش كيبان مزيان، ولكن في كأس افريقيا عطى كامل داك الشيء اللي عنده. الناس المريضه اللي قالت الحكم اليوم مع المغرب والحكم اليوم كان في صالح المغرب، انا نقول لكم انا تفرجت كمحايد. الكره عند المغرب، الاستحواذ عند المغرب، جمهور مغربي، دفاع مغربي، هجوم كله عند المغرب، كرات كلها عند المغرب، كل شيء كان عند المغرب. اليوم زامبيا ما جاتش. الحكم وينه اللي تقولوا الحكم اليوم مع المغرب؟ والله مع كل احتراماتي ليك، انت انسان مريض بحاجه اسمها مغرب اول شيء ممكن، او انت انسان ما تفهمش كوره، برا تفرج في تنس، برا تفرج في كره سله، برا تفرج في كره المضرب والا اي حاجه. سيب عليك من كره القدم. كان اليوم تقول انه الحكم كان منحاز الى المغرب، لازم تمشي تشوف طبيب الصراحه.
تحياتنا لك اخي. هذوك الناس راه مراد بينا وخاصهم غير يهضروا، ضروري خصهم يتكلموا يقولوا شي حاجه. واخا تنتصر بالكره راه غادي يقولوا لك الحكام، يقولوا لك القجع وكذا، هادشي ولفناه. اذا الاخوان ديالي كان هذا لا فيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم. كيف العاده خليونا لايك، كومونتير، اشتركوا معنا في القناه، نتشوفوا فيديو اخر ان شاء الله.